هاد المحطة صديقي اللي كتشوفها قدامك سميتها بوجي، كتعتبر من اصغر المحطات النووية اللي كاينة في فرنسا. هي نيت تهزها وتحطها في المغرب تقدر تضوي لك كازا كاملة من الطرف للطرف. بالمقابل ديال هادشي عندنا هنايا في المغرب واحد المحطة سميتها الجرف الصفر واللي جات في النواحي ديال مدينة الجديدة. هاد المحطة هي اللي كتأمن تقريبا 60% من الاحتياج ديال الطاقة الكهربائية في المغرب كامل. غير هو هاد المحطة كتخدم بالفاخر، والفاخر باش تجيب منه الطاقة خاصك تحرقه، ومع الاسف فاش كتحرقه كيسبب واحد التلوث كبير. الانبعاثات ديال هاد المحطة حرفيا خنقات مدينة الجديدة، وخصوصا جماعه مولاي عبد الله اللي قريبه بزاف لهاد المحطه. هادشي علاش المغرب غير شي ايامات قليله هاجي غادي يخرج رسميا وغادي يقرر انه يقطع الفخر في توليد الطاقه، وهادشي غادي يكون بواحد الشكل تدريجي من هنا ل 2040. ولكن بلاتي انت دابا تقول لنا بلي اكبر مصدر ديال الطاقه عندنا اللي كنولدوا به الطاقه الكهربائيه واللي هو الفخر غادي نحبسوه. ايوا باش غادي نضويو؟ شوف صديقي انا عرفتك بلي انت ذكي واصلا بجيتي كتستنتج فين غادي الهضره. هذاك الشيء صديقي غنطلب منك حاجه وحده، سير جيب الدكه ديالك وكمل معايا حتى الاخر، حيت مستقبلا غادي تكثر بزاف الهضره على النووي في المغرب. وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يحطك في الطريق باش تفهم البالون باش منفوخ. معك سفيان ميدومي، وهذا الشيء كامل في برنامج كيفاش البلان. فاش كنهضروا على انه من هنا ل 2040 ما غاديش باقي نخدموا بالفاخر باش نولدوا الطاقه الكهربائيه، فاول بديل صديقي تقدر تفكر فيه هو الطاقه النظيفه، بحكم اننا حنا من اكبر المنتجين ديالها في العالم كامل. وهو راه عندك الصح، ولكن فايتك واحد التفصيله صغيره. الطاقه النظيفه وخصوصا الطاقه الشمسيه متاحه في المغرب ورخيصه، بل واكثر من ذلك راه رخص حتى من الفاخر، وبطبيعه الحال الانبعاثات ديالها منعدمه، يعني ما كتلوثش الجو. غير هو صديقي عندها واحد المشكل كبير واللي هو الستابيليتي ولا الاستقرار، يعني الا كان الجو مغيم فراه اوتوماتيكمون غادي تطفى لك الثلاجه والتلفازه واي حاجه كتخدم بالضوء في الدار عندك. ولكن تقدر تقول لي راه كاينين الباتريات، هاد الباتريات اللي غادي يتيحوا لنا اننا نخزنوا الطاقه فاش تكون الشمس موجوده وبالتالي نستخدموها فاش ما تبقاش. سهله. وانا صديقي غادي نقول لك بلي راه ما كنهضروش على باتري ديال تسلا غادي تمشي تحطو في داركم، وانما راه خاصك جبل ديال الباتريات باش تضوي بلاد كامله. وعاوتاني راه ما كنهضروش غير على الشرطه عباد الله، لان الشرطه عباد الله واخا هكا ماشي كونسوميوش بزاف، بل كنهضروا ايضا على الانشطه الصناعيه وخصوصا الاستثمار دابا اللي دايره الدوله باش تعالج المشكل ديال الجفاف. وانا صديقي كنهضروا بالضبط على المحطات ديال تحليه المياه اللي غادي يكونوا على الطول ديال السواحل المغربيه. هاد المحطات اللي بطبيعه الحال وحوش وتشفطوا كميات كبيره من الضوء. خليك معايا شويه حيت باقي غادي نرجعوا لهاد النقطه المهمه. فمن هنا كنستنتجوا انه الطاقات النظيفه ماشي حل، وباقيه التكنولوجيا ديالها محدوده وغاليه بزاف، وبالتالي صديقي فاش كتزيد الخيار ديال الباتريات على الطاقات النظيفه كتولي هذه التقنيه غاليه بزاف ومكلفه، وبالتالي مع الاسف ما كتعتبرش حل منطقي في هذا الوقيته. واخا سيدي الفاخر قلنا هادشي يلوث وبالتالي غادي نقطعوه، والطاقات الشمسيه غير مستقره وغاليه بزاف. اي سيدي وباش غادي نضويو بالشمع مثلا؟ الحل صديقي ديال هذا البلوكاج هو النووي. شحال هادي الا كنتي كتهضر مع شي واحد وجمعتي ليه النووي والمغرب في نفس الجمله غادي يجيب ليه الله بلي انت مرفوع عليك القلم، وهادشي اصلا اللي تتقول بعيد على الواقع، ولكن في الوقت الحالي ولا امر واقع وفرض راسو ولا كيتناقش علانيه. شركه سميتها روساتوم وهي الشركه الوطنيه المسؤوله على الطاقه في روسيا وقعت اتفاقيه شراكه مع المغرب. هاد الشراكه ماشي غير فورماسيون مثلا نصيفطوا لهم ناس يتفورماو في هذا المجال ديال الطاقه النوويه وهاد المسائل، وانما غادي يكونوا مشاريع حقيقيه غادي تطبق على ارض الواقع. وهاد الشركه كتعتبر من الشركات الرائده في العالم في بناء المحطات النوويه الطاقيه، بطبيعه الحال الاغراض سلميه. وحتى المغرب بين النيه ديالو في انه باغي يبني مفاعلات في المستقبل باش يوفر الامن الطاقي ديالو. وحتى القرار من جهه المغرب انه يدير هاد الشراكه مع الشركه الروسيه تيبان انه قرار سياسي، اولا باش يزيد ينوع الشركاء ديالو خصوصا في مجال الطاقه وما يبقاش تابع غير للغرب، بالاضافه لانه يتعامل مع واحد من اهم التحديات ديال المغرب في الوقت اللي كنعيشوا فيه واللي هو الامن المائي والجفاف. ودابا من قبيله وانت كدور على الهضره ما بغيتيش تعطينا المفيد. اشنو جاب النووي والضوء الامن المائي والجفاف؟ وغير السمع يا خاطرك صديقي، لانه الفيلم راه داير على الماء اكثر من الضوء. كيفاش؟ اللي خاصك تعرف صديقي انه المغرب دابا داخل في صراع مع الوقت باش يبني عدد كبير ديال محطات تحليه المياه على طول الساحل المغربي من الداخله لطنجه. هذا المشروع اللي من المفترض انه يسالي في 2027 بزباله ديال الفلوس. هاد المحطات اللي الدور ديالها انها كتحلي المياه ديال البحر وكترجعها صالحه للاستهلاك ديال الفلاحه والشرب، وفعلا كاينين محطات اللي تبناو وسالاو وبداو اصلا في عمليه الانتاج، بحال المحطه ديال اكادير واللي بدات كتسقي فعليا المنطقه ديال سوس. كما انهم كاينين مدن هنا في المغرب اللي ولا الاعتماد ديالهم كامل خصوصا في الشرب على محطه تحليه المياه. وعلى سبيل المثال مدينه اسفي اللي كتعتمد بشكل شبه كلي على واحد المحطه كاينه في الجرف الصفر اللي صوبتها شركه جرين ووتر. هاد الشركه اللي تابعه لو سي بي او المجمع الشريف للفوسفات. وانا صديقي غتبدا تجمع الخيوط ديال الهضره. هاد المحطات اللي كاينين بزاف في المغرب راه ماشي غير شي كونسوميو الضو، راه تيشفطوه 24 ساعه على 24، وبالتالي الفاتوره ديال الطاقه ديال البلاد غادي تزاد، وانت اصلا غادي تقطع الفخر اللي هو واحد المصدر ديال الطاقه رخيص مقارنه
مقارنه بالغاز. فبالتالي النووي كيفرض راسو هو الحل السحري والاكثر فعاليه باش تحل هذا المشكل ديال الطاقه. واللي كيأكد هذا الشيء هو المثال ديال فرنسا اللي 70% من الطاقه ديالها المصدر ديالها جاي من المفاعلات النوويه. هذا الشيء اللي تيخليها تجي عندها واحد الامن طاقي كبير اكثر من بزاف ديال الدول الاوروبيه. وهذا الشيء بان بالملموس في الحرب الاخيره ما بين اوكرانيا وروسيا والقطع ديال الغاز الروسي على اوروبا. بل واكثر من ذلك هي اصلا كانت كتبيع عليهم. غير هو واخا النووي تيبان بانه الحل السحري واللي خاصنا نبداو فيه في اقرب وقت ممكن، غير هو صديقي راه الفاتوره ديالو ثقيله وخاصنا نعرفوا مزيان شنو كاين في الداخل ديالها قبل ما نخلصوها. اللي خاصك تعرف صديقي انه المفاعلات النوويه ماشي بحال الالواح الشمسيه كتعلقهم وكتنساهم، بل البلان كامل مبازي على عقود يعني كونترات صارمه، وبالتالي كيحتاج لبزاف ديال التراخيص الصحيه من منظمات عالميه، كما انه كيحتاج لسنين طويله ديال الدراسه فهاديك البلاصه فين باغي تبني فيها المفاعل. وهادشي بلا ما نهضروا على الارقام الفلكيه اللي كتحط فيه اللي كتقدر توصل ل 10 المليار ديال الدولار في المفاعل الواحد. وها انت سيدي بنيتيه راه تتبعك الصيانه ديالو والمراقبه المستمره، زيد عليها اجراءات السلامه. اللي خاصك تعرف صديقي انه النووي ما فيهش 95 94 80 30%، فيه يا اما 100% يا اما 0%، يعني نسبه الخطا فيه 0%، ما خاصش يكون الغلط، بحيث انه اي تسريب يقدر الله يحفظ ياتي الكوارث خياليه. وبلا ما نطول في هذه النقطه بزاف لانكم كلكم كتعرفوا القصه ديال تشيرنوبيل، يعني تسريب صغير كما قلت الله يحفظ يقدر يخوي لك مدينه كامله. ثالث حاجه هي النفايات النوويه، وهذا البلان هذا حتى هو خطير بزاف، واللي هما مواد مشعه خطيره واللي كيتخلصوا منها الدول عن طريق الدفن في ابار خاصه وتيبقاو مراقبينها لمده قرون. وتخيل معايا دابا انت بحال عندك شي قنبله نوويه تحت الارض ديالك. واخر حاجه بغيت نهضر عليها هي مده الانجاز ديال هذا المشروع. اللي خاصك تعرف صديقي انه امتلاك مفاعلات نوويه لاغراض سلميه اول مره، يعني اول مره غادي تدخلوا للبلاد ديالك، هذا مشروع في الغالب على المدى المتوسط، يعني تيخصو تقريبا ما بين 10 سنين حتى ل 20 عام. فاللي بغيت نقول لك صديقي ما توقعش انه مثلا من هنا 3 سنين ولا 4 سنين غادي يطرا عند الناس التحول الطاقي، يعني هادشي خاصو بزاف ديال الصبر. وهادشي تيفسر علاش انه المغرب ما جاش وقطع الفاخر دقه واحده وخلاه بشكل تدريجي حتى 2040. هذا المشروع غادي يكون عنده 3 الفوائد كبيره. اول حاجه هو الاستقرار ديال فاتورات الطاقه، وبالتالي ما غاديش نبقاو نسوقوا بزاف للثمن ديال المواد مثلا بحال الغاز الطبيعي ولا الفاخر واش طالعين في السوق الدوليه ولا هابطين، خصوصا وانه كاين واحد الماده مهمه في انتاج اليورانيوم واللي هي الفوسفات موجوده عندنا الحمد لله وبزاف. ثانيا هو البلان اللي قلت لك قبيله ديال الامن المائي، وبالتالي هذوك المحطات اللي من المفترض انهم يكونوا كملوا في الانجاز ديالهم من هنا ل 2027 غادي يلقاو وسيله ديال الطاقه اللي مستدامه ورخيصه، الشيء اللي ان شاء الله يقدر انه يساهم في اننا نتغلبوا على واحد من اهم التحديات ديال البلاد واللي هو الجفاف. وثالثا غادي نتجاوزوا المشكل ديال التلوث اللي كانت كتسبب فيه المحطات توليد الطاقه الكهربائيه بالفحم، وغادي نقصوا بشكل كبير النسب ديال التلوث في مدن بحال الجديده واسفي. في نهايه المطاف صديقي تيبان بشكل ملموس انه الحل ديال الطاقه النوويه ولا مطروح، وفي الغالب غادي يكون واحد من المشاريع القوميه ديال البلاد في هذه العقود الجايه. وانا في هذا الفيديو تعمدت انني ما نعطيش بزاف ديال المعطيات والتفاصيل التقنيه، الهدف ديالي كان غير نحطك على الطريق باش تفهم شنو جاي في هذه المرحله الجايه. اما هذا الموضوع فيه بزاف ما يتقال، وإلا كنتي باغي تعرف اكثر كتب لي في لي كومونتير ونقدروا نديروا حلقه اللي نهضروا فيها بالتفاصيل على هذا الموضوع. كمان انا بغيت نعرف منك كيفاش كتبان لك هذه لا ترانزيسيون، واش كتبان لك فيها بزاف ديال الريسك والمخاطره اولا كتبان لك ضروري حتميه خصوصا التطور والرهانات اللي داخل عليها البلاد في المستقبل. في النهايه خليوا لي كاع الاراء ديالكم وما تنساوش تخليوا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد. نتشوفوا في فيديو جديد.